بيان إلى الرأي العام. نمر اليوم بأيام حاسمة ذات أهمية تاريخية في سوريا ومناطق الإدارة الذاتية، معتبرا أن سقوط نظام البعث الذي حكم سوريا على مدى 54 عاما وأوضح النظام السوري فشله في تلبية احتياجات الشعب وفتحة المجال أمام دول عدة وبالأخص الاحتلال التركي ومرتزقته بدءا في خططه وهجمته على سوريا عامة ومناطق الإدارة الذاتية خاصة. وما زالت الأزمة السورية مستمرة على الرغم من أن القوة العسكرية المتمركزة في دمشق تدعى بأنها ستكون الإدارة البديلة، إلا أننا كشعب لا يمكن أن نسلم دفاعنا وأمننا لقوة تتجاهل حرية المرأة وإدارة الشعوب. ونؤكد أن قوات وحدة حماية المرأة يبجة وقوات سوريا الديمقراطية هي قوات دفاعنا المشروعة المكونة من الشابات والشبان الكردي والعربي والأرمن والأشور والسريان، والآن يخوضون مقاومة تاريخية من أجل حماية شعبهم وأرضهم. ونحن قوات حماية المجتمع هبجاجان نؤكد وقوفنا إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية وسندافع عن مناطقنا وشعبنا بمشاركتنا. هذه نمثل حرب الشعب الثورية في بناء حياة حرة كريمة، ونعلن انضمامنا ضمن صفوف قصد ووحدات حماية المرأة، وسنقوم معهم في الجبهات الأمامية، وهذا الدليل على أن قصد وحدات حماية المرأة والشعب تمثلنا، وهذا دوره يساهم في خلق أرضية مناسبة لمفهوم الأمة الديمقراطية. ونحن في قوات الحماية الجوهرية هبجاجان ندعو جميع شعبنا لتعزيز صفوفهم وانضمامهم إلى قوات سوريا الديمقراطية وقوات حماية الجوهرية. عاشت وحدات حماية المرأة يبجة، عاشت قوات سوريا الديمقراطية، عاشت عاشت عاشت.